دراسة جدوى حديثة لمشروع الفراخ البياض. والميزة في دراسة الجدوى بتاعتنا ان احنا بنوصل الحقائق وبنعمل دراسة جدوى حقيقية مش وهمية. مش الهدف منها ان احنا نقنعك ان مشروع الفراخ البياض بيكسب ذهب ونقول لك ارقام مش موجودة وارقام مش في الحقيقة. لا، احنا النهاردة هنقول لك دراسة الجدوى بالتفصيل عشان خاطر تبقى انت عارف هتبدأ المشروع بتاعك ازاي، وراس المال بتاعك اللي تقدر تشتغل عليه وتعتمد عليه. ما تجيش بعد فترة تلاقي فلوسك خلصت والمشروع كلف معاك اكتر من الفيديو اللي انت سمعته قبل كده وتلاقي نفسك ماشي غلط. مبدئيا خليني اقول لك ان مشروع الفراخ البياض ممتاز جدا ومكسبه كويس ومحترم، بس هتدي الفراخ اللي عندك حقها وتهتم بيها كويس، هي كمان هتديك انتاج بيض محترم وهتلاقي المشروع بيكسب معاك. دراسة الجدوى الميزة اللي فيها ان انت تقدر تعملها لعدد 10 فرخات لحد مليون فرخة، لان انا بحدد لك في دراسة الجدوى التكلفة بشكل مبسط. احنا النهاردة هنعمل دراسة الجدوى لعدد 100 فرخة. هنفترض ان السلالة اللي احنا هنشتغل عليها هي سلالة ايزا او لهمن، لان هم قريبين من بعض. بالنسبة للسلالات دي يا جماعة نسبة الانتاج بتاعها من 80% او من 75% لحد 85%، عشان ما يجيش واحد يقولك ان نسبة انتاج الايزا او اللهمن 90 و95%. مفيش الكلام ده. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم وهنعمل دراسة الجدوى لعدد 100 فرخة بياض. طيب حضرتك دلوقتي جهزت المكان عندك وهتستقبل 100 فرخة. لو انت عندك المكان في البيت يبقى انت مش هتدفع ايجار. طيب لو انت مأجر المكان يبقى انت كده هتضيف تمن الايجار. ال100 فرخة هتجيب الفراخ دي عمر 100 يوم لانها بتتباع اعمار كبيرة. طيب الفرخة دلوقتي سعرها غالي ووصل تقريبا 300 جنيه. هنحسب ال100 فرخة البياض في 30 هيعملوا 30,000 جنيه. قابلين للزيادة حاجة بسيطة وقابلين للنقصان حاجة بسيطة. نيجي بقى الفراخ دلوقتي عندنا عمر يوم ودخلناها في المكان وعندنا السقايات. الفراخ ديت قدامها بالظبط يا جماعة شهر عشان تبيض، عشان تبيض على 4 شهور ونص تبدأ تبشر معانا بالإنتاج. طيب الفراخ دي محتاجة تاكل. الفراخ ديت هتاكل ايه؟ كل فرخة بتاكل تقريبا في اليوم من 80 ل 100 جرام. احنا هنقول كل فرخة هتاكل 100 جرام. كده عرفنا ان كل فرخة هتاكل من 80 ل 100 جرام في اليوم، فاحنا هنحسب على 100 جرام في اليوم. لو جينا حسبنا 100 جرام في عدد الفراخ اللي عندنا اللي هم 100 يبقى هياكلوا 10 كيلو في اليوم. سعر العلف التحضيري اللي هو ما قبل وضع البيض عامل تقريبا 17 جنيه. يبقى هنحسب ال10 كيلو في 17 جنيه هيعملوا 170 جنيه. كده الفراخ هتاكل كل يوم ب170 جنيه. في 30 عدد أيام الشهر هتلاقي إن الفراخ صرفت معاك 5000 جنيه. ضيف على الكلام ده كله إن أنت طول الشهر هتدفع كهرباء واستهلاك مية وأدوية وفيتامينات وشوية نشارة هتفرشهم تحت الفراخ، هيعملوا حوالي 300 جنيه. فاحنا هنحسبهم ونقول 500 جنيه. يبقى تكلفة أول ما الفراخ تيجي عندك السعر بتاعها هيكون 30,000 جنيه، والعلف اللي هتاكله والكمان المصاريف اللي هي هتصرفها يبقى تقريبا 36,000 جنيه لحد الفراخ ما تبدأ تبشر معاك بالبيض. وانت بقى عايز تجيب عدد 200 هتحسب ال36 دولت او هتضربهم في 2. لو انت هتجيب عدد 300 يبقى هتضربهم في 3. خلاص خلصنا المصاريف الأولية اللي احنا صرفناها 36,000 جنيه. نيجي بقى لبداية المشروع. كده الفراخ هتبدأ تبشر معانا بالبيض وهنبدأ نمسك فلوس من المشروع اللي احنا عملناه. راس المال ثابت معانا 36,000 جنيه لأن الفراخ هي اللي هتبدأ تصرف على نفسها وتجيب مصاريف الأكل بتاعها وكمان هتجيب ربح. هنقول إن ال100 فرخة دولت هيجيبوا 75 بيضة يوميا، يبقى نسبة الإنتاج 75%. وفي أيام هتلاقيها وصلت معاك ل80 و85، بس احنا بنقول 75%. سعر البيضة النهاردة بيطلع من المزرعة ب5 جنيه ونص، بس احنا هنحسب على الأيام اللي البيض بيكون سعره نازل فيها وهنحسب على سعر البيضة 4 جنيه ونص. لو جيت حسبت ال75 بيضة في 4 جنيه ونص هتلاقي الناتج عامل 335 جنيه. لو جيت بقى حسبت ال335 جنيه في 30 يوم اللي هم عدد أيام الشهر هتلاقي طالع معاك الصافي بتاع بيع البيض حوالي 10,000 جنيه. يبقى انت كده هتبيع بيض طول الشهر ب10,000 جنيه. خلاص انت كده مسكت من المشروع بتاعك 10,000 جنيه. بس في حاجة، الفراخ دي بتاكل.
طيب انت كده عايز تجيب علف للفراخ وعايز تديهم شوية ادوية وشوية فيتامينات وعايز تدفع الكهرباء، هتدفع الكهرباء والكلام ده كله ب5000 جنيه، وهتلاقي صافي الربح بتاعك 5000 جنيه شهريا، قابلين للزيادة وممكن يكونوا قابلين للنقصان حاجة بسيطة. بس لو انت ماشي صح ان شاء الله هتلاقي صافي الربح بتاعك اكتر من 5000 جنيه. عايز اقولك ان انا سايب رقم الواتس بتاعي موجود على القناة وموجود على الصفحة بتاعة الفيسبوك عشان تقدر تتواصل معايا، وكمان بقدر اساعدك في انك تبدأ صح وانك تكبر مشروعك، والكلام ده كله مجانا، ما باخدش فلوس من حد عشان اقدر اساعد الناس. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، واي حد محتاج اي حاجة يسيب كومنت وانا هتواصل معاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.